شوف العالم الإسلامي والعالم العربي كله وكل حتى الناس اللي مش مسلمين ولا العرب مبسوطين من اللي قطر بتعمله وكل حاجة وبيشجعوها والناس عمالة تدخل في الإسلام والدنيا كلها مية مية إلا إيه عبده حناكة بتاع مصر. ده بص قطر صرفت كام ومش عارف إيه ومصر عملت أحسن منها. يا عم عبده حناكة تخليك في نفسك، العالم كله أصلا مش واخد برأيك ولا بأي حاجة. تعلم من قطر الإسلامية العربية. يا جماعة قطر كدولة حديثة ما عندهاش ولا حضارة قديمة تتباهى بيها، ولا عندها مثلا أهرامات، ولا عندها أبو الهول، ولا عندها إيه صحراء، ولا عندها إيه عندها صحراء طبعا بهزر. يعني ما عندهاش أي حاجة كدولة حديثة تفتخر بيها إلا هي إن ترجع لأصلها القديم اللي هو التراث الإسلامي والعربي. تبهر العالم الملايين والمليارات اللي بتتفرج كل ده على كأس العالم، تعرف إن في دولة حديثة عظمة كده إيه بنكهة إسلامية بتعلمك الإسلام كده إيه. بتمنع اللي تقدر تمنع عليه وما تقدرش تمنع عليه، ما تقدرش تعمل في حاجة زيها زي أي دولة ممكن تعمل كده. بس حلو إن هي يعني قدرت تعمل كل الحاجات اللي وتصور الإسلام الصور الحلوة دي كلها. عندك مصر صرفت كام مليار، ما عملتش أي حاجة عادي يعني. بس في ناس بتقول لك إيه قطر صرفت مش عارف 200 مليار على إيه ومش عارف يعملوا منتخب ومش عارف إيه لطيف وظريف يا حبيبي. وأنت يعني عملت في 2019 وعملت افتتاح مبهر وعملت كل حاجة وعملت إيه؟ طلعت برضه ما عملتش حاجة كان شكلك وحش وكده يعني. ولا أنت نسيت؟ لو نسيت أحب نفكرك يعني إحنا الذاكرة شغالة ماشي زي الدبان اللي عمال يطير في الهوا ده. فأنت لو عايز حاجة ترجع للتاريخ ارجع كده واعرف بالراحة وبهدوء وبص لنص الكوباية المليان. الناس عملت حاجة حلوة شجعهم يا عم. متقولكش بقى ده شاكيرا والخمور بتتباع في حتت تانية ومش عارف ايه. ده انا عامل لي فيها بلدك جامع ما بلدك اوسخ منها. فانت كده كل واحد يا جدعان يركز ماشي ويعرف بيتكلم ايه صح ولا غلط. لو غلط تسكت، لو صح كمل يا عم وربنا يوفقك. مش عارف بقى اعرف، لو مش عايز تعرف بقى ما تخنقناش عشان احنا ايه مخنوقين لوحدنا. فبرافو قطر، ابهرت العالم فعلا زي ما ابو تريكة قال، محترم يعني. والعالم بقى يتفرج على دولة بنكهة إسلامية كده حديثة عظمة كده وفيها كل الملاعب وفيها كل حاجة هم عاوزينها. واتفرج يا عم العالم وتعلم من قطر الإسلامية العربية.